صغار ماذا تقول؟ النافذة الثانية لمد الواو ومد الألف كانت تقول أنا حرف أقرع، لا يوجد على رأسي حركة ولا حتى أي همزة ولا أحب سكون، بذلك كن ممنون. هيا نرى النافذة الثانية لمد الياء ماذا تقول؟ أيضا تقول أنا حرف أقرع. إذا تتفق النافذة الثانية لمد الياء مع مد الألف ومد الواو وتقول أنا حرف أقرع. مثلا إذا كتبنا كلمة ثياب، هل يوجد في هذه الكلمة مد بالياء أو حرف الياء؟ نعم، نضع عليه دائرة. هل هذا مد أم لا؟ لا. لماذا يا أستاذة ياسمين؟ النافذة الأولى صحيحة في وسط الكلمة، ولكن النافذة الثانية خاطئة لأنه حرف غير أقرع يوجد عليه شدة وفتحة. اتفقنا أن مد الياء إذا جاء آخر الكلمة أو وسط الكلمة لابد أن يكون ماذا؟ أقرع، لا يوجد عليه أي شيء. إذا هذه الكلمة ليست مد بالياء. هيا مثلا نرى كلمة اقرأ معي يسري. يوجد هنا ياء آخر الكلمة نضع عليها دائرة. إذا النافذة الأولى صحيحة، النافذة الثانية حرف أقرع، إذا هي مد بالياء. إذا النافذة الثانية لمد الياء تقول أنا